عبد الله انت بتتكلم بجد؟ ايوه يا حبيبتي طبعا، هي الحاجات دي فيها هزار برضه. يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب. دي بنتك من ساعتها وهي ساجده شكرا لله ومش مصدقه نفسها. هي دي حاجه تتصدق؟ الطلعه كده مره واحده ب 10,000 جنيه؟ الحمد لله والشكر لله. على فكره لو طبقت كمان فيهم 5 كمان. لا بتهزر. والله. يا ما انت كريم يا شكرا رب. لك يا رب. يا سبحانك يا رب، يعني انت العمر ده كله قاعد في الاذاعه كده وكل تلامذتك غرقانين في الكنز ده؟ الكلام ده انتهى يا هانم. عبد الله القديم الطيب الغلبان المسكين ده خلص خلاص. من النهارده في عبد الله الوحش، عبد الله نهاز الفرص. يا جامد انت. بس خلي بالك يا نوسه، ده مش هيبقى كده على طول، يعني دي مش طبيعه السوق. هم لانهم دلوقتي معاهم نجم كبير وحاجزين الاستوديو فمتورطين، عشان كده بيدفعوا الارقام الفلكيه دي. لكن بعد كده مش عايزين يعني ناخد على ده. عبد الله، عبد الله لو جبت لهم سيره الفلوس ديت وان احنا مش عايزين نستغلكم وكلام بتاع الطرابيش والخمسينات ده، اقسم بالله من غير ما تحلفي انا هخنق نفسي لو قلت كده. كلنا هنخنقك، مش انت بس اللي هتخنق نفسك. مش هتجنن كده. انت بتدور على ايه؟ طب قول لي عايز بدور تنجز على وتعمل شويه ايه؟ الميكسات اللي انا ضيعت فيهم زهر شبابي. آن الأوان، هي دي اللحظة اللي يخرجوا معايا من التربة، من الكهف. يخرجوا معاك من الكهف ازاي يعني؟ ما هم معاهم مطرب كبير، المطربين الكبار هتلاقيهم عادة ما راحوش الإذاعة بقالهم فترة، فأنا محتاج إن أنا أسمعهم الميكسات دي، حاجات أنا مولفها مع بعض، يعني بين التراث الإذاعي، شرقي قديم، على جو التكنو بتاع الشباب، عشان يعرفوا برضو إن إحنا يعني مش أي حاجة. يا جامد، تسوقهم يعني، صح؟ ايوه يا حبيبتي، ما اللي انا قلته ده معناه ان انا اسوقهم بالظبط يعني. الحمد لله والشكر لله. انا حاسس الحاجات دي هتطرقع نوسه. يا رب يا رب. نوسه، تعرفي انا حاسس بايه دلوقتي؟ حاسس ايه؟ لا ما تفهمنيش غلط لانه مش وقته كمان. مش بقى. حاسس ان حسين رياض في جنب اليمين بيقول لعبد الحليم في جنب الشمال: انت اللي هتغني يا بودي. ربنا يوفقك يا حبيبي يا يلا رب. سيبيني بقى عشان ما تعطلش. طيب يلا يلا. يلا حبيبتي، عايزك كده ايه تدعي لي. اوكي، ربنا يوفقك ان شاء الله. يلا. نوسه، نعم. الوداع. وداع، تعالى